لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. انت ما بتردش عليا ليه يا متولي؟ بقالي ساعة بنادي عليك. الأوامر كده يا نسان اللي أوامر إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. الأستاذ توفيق رئيس الاتحاد نبه عليا ماليش صالح مع السكان، وأي حد يطلب مني حاجة لازم أنديله خبر. يا سلام، ده على أساس إيه ده إن شاء الله؟ هتقولي إيه؟ حكم القهوة على الضعيف. يعني لو حد اتهجم عليا في الشقة هتسيبه يخلص عليا عشان أوامر الأستاذ؟ مين ده اللي يستجري يقرب منك؟ أنا راجل صعيدي ودم حر. طب طالما أنت صعيدي أكيد يعني عندك راديو صغير كده بيشتغل ببطاريات، مش كده؟ لا الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي عندي دش. ما هو المصيبة إن الدش بيشتغل بالكهرباء. ما عندكش فكرة النور مقطوع ليه؟ أستاذ عماد بيقول محطة كهرباء الحدايق انفجرت. محطة إيه اللي انفجرت؟ ده النور مقطوع عند ماما في الإسماعيلية. أنت مستعجل على النور ليه؟ كلها شوية ويجي. أعمل لك شوية شاي على السبرتاية؟ يا ريت يا ريت يا متولي والله. يا كرم، انا في المطبخ يا سوسو. انت فين يا كرم؟ ليه؟ طب تعالى بسرعة بقى. انت وقعت يا كرم. اتنيلت، ما هو الفستان بتاعك ده هيجيب اجلي. عايزه ايه؟ في حد في الشقة يا اخويا. شقتنا احنا؟ ايوه. ولحد ده ما قالكيش عايز ايه؟ لا. ايه الليله دي مش ناويه تعدي على خير؟ انا عارف. الصوت اللي سمعتيه ده جاي منين؟ من عند البيت. بالراحه طيب، افرضي حد هيقتلنا. وطي صوتك عشان ما اعرفش مكاننا فين. طب ناوليني فردة الجزمه بتاعتي. يا سلام، ما انت خدتها. واحنا بنلعب السغميه. يا سلام، ما تجيبي فردة الجزمه يا وليه انت. اتفضل. ها، سمعت حاجة؟ في اتنين بيتكلموا شكلهم كده حراميه جايين يسرقونا. طب ما ممكن يكونوا قتالين قتلة جايين يقتلونا احنا. وهي تبقى جت من عند ربنا، تبقى جت منهم. عندك مسدس يا كرم؟ تفكري ده منظر واحد يشيل مسدس؟ انا خايفة. طب استخبي ورا الكنبه وانا هسمع هما بيقولوا ايه. طب لما قلت لباباك قالك ايه؟ ضربني بالقلم وقال لي خطوبة ايه يا فاشل. ايه؟ طب هنعمل ايه يا شادي؟ مش عارف، بس انا بحبك وهعمل المستحيل عشان اتجوزك. هو انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ احنا ساكنين هنا. ايوه احنا في الدور الرابع وهي في الثالث. ما شاء الله. طب ولما انتوا ساكنين هنا، هي هنا وانت في الدور الرابع والثالث، جايين هنا تسكنوا جنب باب شقتي ليه؟ لا ما احنا بقى ما نعرفش ان هي وصلت لماء. لا ما حضرتك احنا اول وصلت مره لا. طب يلا كل واحد على شقته. يلا اتحركوا. حاضر. يلا اطلعي من ورا الكنبه يا سعاد. حرامية مشيوا. ايوه يا معلم مشيوا. ده ولد وبنت من سكان العماره، ست شكلهم بيحبوا بعض. الا قولي لي يا سعاد، انت حبيتي قبل كده؟ ايه ده؟ لا طبعا. طب قتلت حد قبل كده؟ هي في واحده بالسحنه دي ممكن تحب اصلا؟ بقول لك ايه، تفتكري لو الليله دي عدت على خير يعني ممكن نحب بعض؟ انا حرانة. طب اعمل ايه انا في الكلام؟ طب اقول لها ايه بس دي؟ انا لو متجوز حد تاني كان رد عليا. حرام. مصيبة يا كرم. انت تاني؟ هو انت في ايه؟ انا مش فاهم يا نيلي، اسمي نيلي. خلاص، وانا يعني غلطت في اليزابيث تيلور؟ ما خلاص خلصت الحكايه. عايزه ايه يا نني؟ عايزه ايه يا نني عيني في ليلتك اللي ملهاش نهار دي؟ لو سمحت ما تطولش لسانك. عشان ايه؟ لا معلش بقى، اطول لساني براحتي بقى، دي شقتي وانا حر فيها. اطول لساني، اعصر وداني، اغسل سناني، انا حر. بقولك ايه، خلاص انا غلطانه اصلا اني بنقذ واحد زيك. انت تنقذيني انا؟ ايوه انا قاعد معايا الموت جوه، مش فارقه معايا، خلي بالك. تمام خليك اقعد ارغي كده وعربيتك بتتقلب تحت. عن اذنك يا حبيبي. عربيه تعالي هنا. عايز ايه؟ عربيه ايه اللي بتتقلب؟ يعني اهو عايزني دلوقتي. عربيه ايه اللي بتتقلب؟ انتهي بسرعه والله هتفخك بنيه. عربيه ايه اللي بتتقلب؟ في حرامي بيسرق عربيتك تحت يا استاذ. ده ايه بتقوليها كده بمنتهى البساطه كده؟ يا نهار اسود. طب انت عايز نعمل لك ايه يعني؟ ارقص لك بحيره البجع؟ اتكلم مع مين يا كرم؟ ابدا، ده انا معايا هنا الديلر اللي بتاع المنطقه. عربيتي حبيبتي. حرام خد منك حاجه ولا ايه؟ سرق كاوتشك، كسر مرايتك، زمري، اعملي اي حاجه، اي كلاكس، اي بيب. ما تقلقش يا استاذ كرم، الواد ملحقش يعمل حاجه، بس ده انضرب علقه موت. امال هو فين السافل ده؟ فلت من تحت يد ابن الصرد. وازاي تسيبه يفلت من ايدك يا متولي يا زفت؟ يعني هتعمل بيه ايه في الضلمه دي؟ يا بنتي انت بتطلعي، انت ليه فجاه بتطلعي بالكلام كده؟ الله، انا بكلمه هو، انت مالك انت؟ بصراحه يعني لولا الانسه اللي نبهتني
كان زمانه قلب العربيه. قول له يا متولي، فالح بس كل ما يشوفني يجعر في وشي. حطي نفسك مكاني يا نيلي، حطي نفسك مكاني عشان خاطري. يوم فرحي المفروض اكون قاعد مبسوط وبتشقلط، لكن على حظي انا الكهرباء تقطع في المنطقه كلها. منطقه ايه دي؟ ماما بتقولي ان الكهرباء مقطوعه في الاسماعيليه كمان. لا والله، ده انا عمتي قالت لي الكهرباء مقطوعه برضه في المنصوره. لا يبقى كده في مصيبه اكيد. تاني يا نيلي؟ تاني مصيبه؟ انت ايه واخده الموقع ده لوحدك ولا ايه؟ يعني انت شايف اللي بيحصل ده عادي؟ لا قول لي، لو انت شايف انه ده عادي يبقى تمام. لا طبعا مش عادي. مش معقول يا استاذ عماد. استاذ عماد انت بتطلع لي كل شويه منين؟ مش فاهم انا سمعت الزيطه بتاعتكم وقلت انزل اشوف ايه الحكايه. ما عرفتش حاجه يا استاذ عماد بخصوص الكهرباء المقطوعه دي. وانا هسكت؟ انا اتصلت باداره الكهرباء بنفسي. بقول لك ايه بقى؟ ما حدش رد عليا، بس طالما الكهرباء مقطوعه هنا وفي الاسماعيليه وفي المنصوره يبقى اكيد احنا داخلين على حرب. يا عم والنبي بدماغك اللي باظه دي ارجوك بلاش الببظظان بتاع العقل ده. هنحارب ازاي بس في الضلمه كده؟ بقول لك ايه يا متولي، ايوه خلي بالك من العربيه لحد ما النهار يطلع. ثانية يا استاذ كرم. اوعى تقول لي النهار هيطلع مضلم انا زربت معاكي عشان تضحكي. كرم انت عايزه ايه يا بنت انت في ليلتك الضلمه دي؟ معلش يعني. ممكن عشان خاطري لو عرفت اي حاجه تقول لي. بقول لك ايه يا ابو حته البجع، انت روحي شوفي لك بحيره اغطسي فيها. النور جه. ياي يا فرج الله. عايزين نعرف ايه اللي حصل بقى بالظبط يا جماعه. ما تقلقيش، انا هجيب لك كل الاخبار. وانا هطلع الحق العروسه قبل ما تهرب. تصبحوا على خير. سعاد، يا سعاد انت فين يا حبيبتي؟ خليك عندك بغير هدومي. ماشي. النور ده نعمه والله. انا جيت. اخيرا قلعتي فستان الفرح. عايز نلبسه تاني ولا ايه؟ بس انت ليه لابسه هدوم الخروج؟ انا بحب اقعد في البيت كده. احنا شكلنا كده هنتعب مع بعض قوي يا سعاد. ما تيجي نسافر المنصوره دلوقتي؟ انا زهقت بصراحه. في واحده بتصوت يا كرم. بقول لك ايه، مش اكتر من صويتك. انا بقالي هنا في العماره دي سنين طويله، لا ليا دعوه باللي بيصوت ولا اللي بيزغرط. هتسافري معايا دلوقتي ولا نروح نكمل الليله دي في اي سجن؟ انا جعانه. يمكن هو ده اللي هيلقط حب. انت جيتي في ملعبي. انا هعمل لك اكله مكسيكي هتاكلي ايديكي وراها، وهقول بصي، وهحاول اكتر السمسم على قد ما اقدر يعني. ها؟ طب انا اقعد فين دلوقتي؟ اقعدي في اي حته يا سعاد، ما تعصبينيش. اقعدي في نص الشقه عشان خاطر البيت يتوزن. خلاص؟ طب انت عندك تلفزيون؟ عندي نيله تلفزيون، عندي يا بابا، وبوتاجاز قلت، وتلاجه قلت. ليه محسسه ان انت متجوزه امون ليه؟ حاضر، بتدلع عليك. النور جه عندك؟ ايوه الحمد لله يا عمتي. ياه دي كانت علقه يا واد. صراحه انا مش مصدق لحد دلوقتي. ليله دخلتي مصر كلها تضلم، جوازها عجيب منه لله اللي كان السبب. ولا انت بتدعي عليها ولا؟ مش الفكره يا عمتي. امال ايه فكره ايه يعني؟ بكره لما تخلف هتقعد مع عيالك وتحكي لهم على اللي حصل، وساعتها بقى هيموتوا على نفسهم من الضحك. بيفكريهم انتوا بقى وانتوا بتحكي لهم عليا كده وانا في القرافه بتزوروني. تفتكري انا ممكن اخلف من البنت الهبله دي يا عمتي؟ ان شاء الله هتجيب منها دستة عيال، وبكره تقول عمتك قالت. ده لو جبت منها عيل ابوس ايدي وش وضهر. لما هتجيلي بكره ان شاء الله انا هفكها بمعرفتي وهخليها لك لهلوبه. يلا روح اتعشى قبل ما النور يقطع تاني. انا بعمل لها اكله ياكش تولع فيها. اكل ايه اللي انت بتعمله؟ انا سايبه لك بطه وحمام في الفرن. يا كرم الحقني يا كرم. في ايه يا كرم؟ البنت بتصرخ كده انا ليه؟ ما اعرفش يا عمتي، انا تعبت والله. البنت دي شكلها نحس. انا بفكر ارجعها واشتري نفسي او اشتري بنطلون احلى. ترجع ايه يا واد؟ ده انا جايبه لك حته الماس. تعالى يا كرم بسرعه. روح يا كرم، روح شوف البنت عايزه ايه يا خراشي. منك لله يا نشكره، وبنتك ورثت منك الهبل. نعم افندم، ممكن اعرف حضرتك بتجعري ليه؟ اسمع بيقولوا ايه في التلفزيون. بيقولوا ايه يعني؟ اسمع بس. طب علي الزفت شويه. أعلنت ناسا منذ قليل بأنها رصدت نيزك كبير الحجم يتجه نحو الكرة الأرضية، وفي حال اصطدامه سيسبب دمارا شامل ونهاية للبشرية. وما تبقى لدينا 29 يوم قبل أن يصطدم بالأرض، ويجتمع علماء العالم منذ ساعات بحثا عن حلول لإيقاف انت النيزك. متاكده ان دي مذيعه بجد ولا ممثله في فيلم؟ ده موجود في كل القنوات يا كرم. طب انت بتعيطي ليه يا سعاد؟ انت ليه قلبه سواد اسود من اولها ليه؟ الله، وانا اللي كنت زعلان على ان النور قطع ليله واحده.
في ليله دخلتي اهو الكون كله هينفجر يا حته الماظ. انا مش فاهمه حاجه خالص يا كرم. النيزك ساب كل الكواكب وجاي يتخبط في كوكب الارض ومظبط نفسه على يوم دخلتي. في اكتر من كده نحس؟ طب واحنا مالنا بالحوار ده يا ما اخويا؟ احنا متنيلين في نفس الكوكب. هو انا بكلم زلطه ايه يا سعاد؟ الله ما تقرفنيش بقى. طب هنعمل ايه في المصيبه دي؟ انا من ناحيتي هاكل البطه، ما حدش عارف الايام اللي جايه مخلينا هنبقى عاملين ازاي. انا خايفه يا كرم. يظهر ان البت نيلي كان عندها حق، داخلين على مصيبه سودة. انا عايزه اجيلك يا ماما. تعالي يا حبيبتي تنوري. عايزه اموت في حضنك. ليه يا بنتي بس بتقولي كده؟ الف بعد الشر عليك. الشر خلاص يا ماما، هيطولنا كلنا. يا بنتي الاعمار بيد الله. يعني انت موافقه ان انا اجيلك النهارده؟ طبعا يا حبيبه قلبي، اول النهار ما يطلع هاتي شنطتك وتعالي على طول. انا بحبك قوي يا ماما. وانا كمان يا نور عين. هي مين دي اللي تيجي يا امي؟ اختك نيلي. انا اختي ماتت من زمان. ليه بس كده يا حبيبي؟ استهدى بالله بس يا صلاح. هات التليفون ده يا امي. بقول لك ايه يا شاطره، البيت ده متحرم عليك اليوم الدين. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش احساس؟ ده كلها كام يوم والنيزك يضرب الارض كلنا هنموت. بلا نيزك بلا كلام فاضي. يعني ايه؟ هتسيب اختك الوحيده تموت لوحدها؟ ما احنا بوسنا ايديك عشان ما تنزليش مصر، وبقالنا سنين ما نعرفش عنك حاجه. ايه افتكرت دلوقتي ان ليك ام واخ؟ طب خلي ماما تيجي تقعد معايا. لا انت هتيجي ولا هي هتجيلك. سلام. ماشي يا صلاح، يا رب النيزك يفجرك لوحدك.